لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم. قلب اليمين على الشمال، وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلال ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته، جبلا أشم يخف فيه مطهم. قال أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. أي لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. قال فهوى بجنب العلقم، فليته للشاربين بها ما يداف العلقم. من إجال يا سيد قال فمشى لمصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه متقسم.
أخي من يحمي بنات محمد، انصرنا يسترحمنا من لا يرحم، ويلي طفح جواده وقف يمه ودمه يسيل، ينادي يا خويا ينادي يا ابو فاضل، علينا حاطت الخيل، يا غل يواري هالحرام لو هود الليل، وانا بعد ساعة على التربان لازم. بعد يا مولاي قال لكن يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف، قال له يا خويا تقطعا ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين، ما شوف نشف دمومي بقية آل هاشم. اي لكن يا خويا وين بتارك طرحته، قال له يا خويا انقطع جفوفي وتركته، ولو سلم جفي كان البرق نشرته، ورديت للخيمة وجود الماء يسال. ايش سويت يا ابا عبد الله؟ قالت خوصر على عضيده يودع وصعد انفاس، يا جمرة الكون التي ما قط تنداس، ظهري تراه انكسر من فقده يا عباس، طاح الحمل وتفللت من العزايم. ايش سويت يا مولاي؟ عزم يشيله للمخيم، قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعة الروح، ما اقدر ارد للخيم وانظر زينب تنوح، وانظر دمع خدها على الخدين ساجد. لكنما الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. منطلقا من هذه الآية الشريفة نتحدث عن الأمور التي قدمها لنا الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله عندما أتى بهذا الدين وأتى بهذه الشريعة، هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة، فالإنسان يعتمد على آخر شريعة وآخر ديانة، وهي شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله. ودائما نسمع البعض يتساءل ويقول: ما الذي قدمه لنا هذا الدين أصلا؟ دين النبي صلى الله عليه وآله، الأمور شنو أصلا الأمور المختلفة
التي أتى بها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. قبل أن نشير إلى بعض الأمور التي قد أتى بها النبي صلى الله عليه وآله، وسنقف وقفة خاصة عند بعض الأمور، عند أمر من الأمور اللي أتى بها النبي، لا بأس أن نتساءل عندما نقرأ القرآن. نقول أن النبي صلى الله عليه وآله قد أتى وقد بعث في مكة، ولكن الآيات الشريفة تتحدث عن أمر مهم. ماذا يقول في أكثر من آية؟ قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وآية ثانية أيضا مشابهة، يقول: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أتى وبعث في مكة، القرآن وهاتين الآيتين شو تبين؟ يقول بأن يا رسول الله ترى أنت جاي في منطقة، وهاي المنطقة ما بعث فيها أحد من قبلك، ترى ما جاي أحد من قبلك يا رسول الله. شنو مصير هذا الإنسان الذي يموت ولم يسمع خبر النبي صلى الله عليه وآله؟ أو هذول اللي ماتوا قبل بعثة النبي شنو وضعهم؟ قالوا الناس في ذاك الزمان قبل النبي صلى الله عليه وآله على نوعين. النوع الأول وهو هذا الذي لم يسمع بخبر الدين ولا بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بعد فارغين منه، أن الله تبارك وتعالى لا يعذب، فمن عدله جل وعلا أن لا يعذب إنسان لم يسمع بخبر الدين، وإذا كان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فيمتحنه في آخر الحياة وفي ذلك اليوم. النوع الثاني لا من البشر، هذول اللي ساكنين في مكة. إذا تقول اللي ساكنين في مكة شنو يعني؟ يعني مكة القديمة غير مكة الجديدة. وحتى في المسائل الفقهية في قضية الإحرام والعمرة والحج يتكلموا عن مكة القديمة ومكة الجديدة. مكة القديمة هي لعلها يعني قريبة من الحرم اليوم، أو لعلها يعني تقريبا بمقاس الحرم اليوم، بحجم الحرم في هذا اليوم، يمكن أكبر بقليل أصغر بقليل. ولكن مناطق البعيدة مثل عرفة ومنى كذا كانت سابقا خارج، ما تعد من مكة أصلا. شاهدنا هذه مكة القديمة. مكة القديمة اللي كان عايش هناك مستحيل تحصل واحد ما سمع بخبر الكعبة، ومستحيل تحصل واحد عايش في مكة القديمة وما يدري أصلا من اللي قد بنى الكعبة، هو إبراهيم عليه السلام. إذا مستحيل أكو واحد كان عايش في تلك المنطقة ما سمع بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بخبر الدين. إذا من يقول من قبلك لعله إشارة إلى نبي مبعوث في تلك المنطقة وعاش طيلة حياته في تلك المنطقة أو سنوات طويلة، ولا في الحقيقة إبراهيم قد وصل إلى مكة. بعد كل هذا الكلام لا بأس أن نتساءل ونقول: ما الذي قدمه لنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ نبي شنو مقدم لنا أصلا؟ قدم لنا أمور كثيرة. واحدة من أهم الأمور التي قدمها النبي وهي محاربة الفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي في كل شيء، سواء كان في المال مثلا، حتى المال يعتبر فساد أخلاقي في بعض التعاملات. لذلك القرآن الكريم من يسلط الضوء ماذا يقول؟ ويسألونك عن الخمر وماذا؟ والميسر. الميسر شنو؟ الميسر هو القمار. أو من يقول ويل للمطففين. ليش ويل للمطففين؟ لأن هذول كانوا يتلاعبوا بالمال أصلا، يسرقوا مال الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله حارب هذه الأمور. أي من الأمور اللي قد عالجها النبي صلى الله عليه وآله. من الأمور الأخرى هذا ما سنقف عنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد رفع كيان المرأة.
وجعل لها مكانة خاصة. وما كان الإسلام يعامل المرأة كبقية الحضارات والديانات، يعني الديانات غير الإسلامية. من تتساءل شلون كان وضع المرأة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان؟ المرأة كانت محقرة، المرأة كانت تعتبر عار في ذلك الزمان، ماكو إلها قيمة، ماكو إلها مكانة، ماكو إلها كلمة ولا اسم أصلا في ذلك الزمان. شوف بعض الحضارات وبعض القبائل حتى إلى قبل الإسلام بزمن قليل، مثل قبيلة كندة وبعض القبائل الأخرى، ايش كانوا يسووا؟ كانوا يقتلوا البنات، ولذلك القرآن ماذا قال؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. شلون لكن طريقتهم في قتل البنت هذه الموءودة، طريقة المولودة حقيقة ببشاعة. كانوا يجيبوا المرأة يقولوا لها المرأة حامل، بعد من أول ما عندهم مثلنا سونار وكذا ويعرفوا الجنين ويلا مثل اليوم حفلات كذا، قل بعدنا عند الولادة يعرفوا هذا ذكر أو أنثى. يجيبوا هاي المرأة بنت تقرب خلاص يجيها الطلق، يجيبوها عند القبور يحفروا لها حفيرة، يقولوا لها تعالي، توقف فوق الحفرة تنزل المولود شيئا فشيئا، مو مرة واحدة تدفع، لا. ليش؟ حتى يتأكدوا شنو جنس المولود. إذا كان ذكر يقولوا لها تحبس هذا المولود ويدخلوا إلى الدور بعزة بمكانة بجلالة توضع ذلك الذكر. أما إذا كان أنثى يقولوا لها بعد لا، تنزل المولود مباشرة في وين؟ في تلك الحفرة، يلا تعال اقطع الحبل السري ويدفنوا تلك المولودة والكل يمشي ولا كأنه صاير شيء. ديانات أخرى أو حضارات أخرى وقبائل أخرى كانت تستعمل المرأة وتعامل المرأة على أنها سلعة، من رجل إلى رجل سلعة. الإسلام من يجي يرفع كيان المرأة، يعزز المرأة في المجتمع. اليوم مع الأسف اللي يطلعوا شي يقولوا الإسلام ظالم المرأة، الإسلام حابس المرأة كذا. هذا غير صحيح أصلا. من نرجع إلى الإسلام الحقيقي هو وضع مختلف. لا، أن الإسلام أصلا عالج المرأة ورفع مقامها وكيانها. شوف بعض البلدان من توصل المرأة سن 18 تلبس ما تشاء، تخرج مع من تشاء، تعمل مع من تشاء كذا، تجبر أن تنفق على نفسها. الإسلام يقول لا، يقول المرأة لا تنفق على نفسها، الرجل هو الذي ينفق على تلك المرأة، يرفع مقامها. يقول حتى النفقة وحتى المال مو هي تنفق على نفسها، لا، يجب على زوجها ماذا؟ هو اللي ينفق عليها. الإسلام رافع كيان المرأة ومقام المرأة. ذلك البعض اليوم من يقرأ القرآن الكريم يقرأ بعض الآيات ويفهمها مفهوم خاطئ ويترك تلك الآيات اللي رافعة من مقام المرأة. القرآن رافع من مقام المرأة. ماذا يقول؟ يقول وكرمنا بني شنو؟ بني آدم. ما قال وكرمنا الرجال، يعني ما كرمنا الرجال دون النساء، لا، حتى النساء مكرمات. علم الإنسان ما لم يعلم، ما قال علمنا الرجال، لا، ترى حتى النساء علمهم تبارك وتعالى. كل الآيات يا أيها الناس قوا أنفسكم، الرجال والنساء، خطاب ما كان ذكوريا أصلا. وإنما بعض الآيات البعض قرأها وفهمها مفهوم خاطئ وقال شنو؟ قال والله الإسلام يحارب المرأة وما شابه ذلك. أقف عند واحدة من تلك الآيات، وأقف عندها 4 وقفات، وهي الآية التي تشير إلى ضرب المرأة. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
أقف 4 وقفات. الوقفة الأولى، شنو معنى النشوز أصلا؟ النشوز هو تكبر المرأة وتعالي المرأة على زوجها وإغضاب الزوج وعدم احترام الزوج وعدم إظهار أي احترام للزوج، هذا النشوز. الوقفة الثانية، شنو صور النشوز أصلا؟ أكو عندنا حالتين من حالات النشوز. الحالة الأولى أن المرأة معانية من زوجها فلجأت إلى شنو؟ اضطرت أن تنشز، اضطرت أن تتعامل بالنشوز. هذا الزوج أصلا لا عنده احترام إلى الزوجة، وهذا الزوج لا يحترم زوجته ولا يعطيها الحقوق ولا إلى آخره. وهذا كلامنا مو وياه، الشرع تعامل مع هذه الحالات. احنا كلامنا مع الصورة والحالة الثانية. الصورة الثانية من النشوز، قالوا لا، قالوا أن المرأة تتعامل بالنشوز مع الزوج ومع العلم أن ماكو تقصير من الزوج. ليش؟ تكبر، غرور، أشتغل وعندي أموال بعد ما أحتاج إلى الزوج، أسوق وعندي سيارة بعد ما أحتاج إلى الزوج. فش تسوي؟ تتعامل بالنشوز إلى أن تترك هذا الزوج. يقول لا، بهاي الحالة يحتاج إلى تأديب. كما أن الزوج الذي لا يعامل زوجته معاملة حسنة الشرع المقدس أشار إلى تأديبه، يقول كذلك المرأة القرآن الكريم أشار إلى تأديبها. شنو طرق العلاج؟ هذه الآية وقفة ثالثة تشير إلى 3 من طرق العلاج. الطريق الأول عظوهن، الموعظة. الطريق الثاني الهجر، في وين؟ في المضاجع. الطريقة الثالثة أو العلاج الثالث قال واضربوهن. إذن هاي الآية قبل ما نشير إلى الطرق ال3، إذا هاي الآية أصلا بداية ما أشارت إلى مطلق الضرب، يعني والله في أي حالة تعال اضرب الزوجة وكذا. صريحة الآية ما أشارت والله تستعمل الضرب مباشرة في النشوز. قال لا، ما تستعمل، أو قال الخيار الثالث ويا نوع من الضرب سنقف عنده. الطريقة الأولى والعلاج الأول قال عظوهن، استعمل وياها الموعظة. ويا نوع من الموعظة قال استعمل الموعظة بالأسلوب الحسن وبالكلام الحسن الذي لا يشير إلى تحقير المرأة ولا تحقر المرأة أبدا، وإنما موعظة وكلام تفاهم صحيح. العلاج الثاني قال واهجروهن في المضاجع. بعض من يسمع هذا شي يسوي؟ يلا صارت مشكلة أقوم أستأجر لي شقة ثانية ويلا أنام هناك. هاي الكيفية يعني. هجروهن في المضاجع يعني مو تتركها بالغرفة وتروح تنام بالصالة. يقول لا، مو هاي الكيفية. هجروهن يعني أعرض عنها بوجهك، أعرض عنها بوجهك، حتى لو كنت على الفراش أعرض عنها بوجهك، بعد مو تأخذ مكان آخر وتخلي هاي الزوجة. لا، مو بهاي الكيفية. ما زالت معاملة حسنة. يقول راعي أن هذا الطرف الآخر هو أيضا إنسان. شوف الحقيقة أن كل إنسان يخطأ، ماكو واحد يقول والله أنا ما أخطأت، مستحيل. حتى في الحياة الزوجية مستحيل واحد يقول والله أنا ما أخطأت لا على زوجتي ما خطأت علي، مستحيل. لكن يقول تعال بالتفاهم بهذه الطرق اللي يشير إليها القرآن الكريم. يقول ما فاد، الجأ إلى العلاج الثالث. قال واضربوهن. الوقفة الرابعة من يتحدث واضربوهن أصلا شنو مقدار الضرب اللي تشير إليه الآية الشريفة؟ أصلا شنو معنى الضرب؟ الضرب أشرت إليه في ليال ماضية من تحدثنا عن الآية ألم تر كيف ضرب الله مثلا. شنو معنى الضرب؟ الضرب في اللغة هو وضع شيء على شيء آخر. شنو الضرب اللي تشير إليه الآية؟ الآية من يقول واضربوهن لا تشير إلى الضرب التعذيبي، وإنما تشير إلى الضرب التأديبي.
الضرب التأديبي هذا الذي لا يشير إلى كسور ولا يؤدي إلى رضوض ولا يؤدي إلى احمرار ولا يؤدي إلى اخضرار الموضع ولا يؤدي إلى تغير لون الموضع إلى اللون الأزرق مثلا. كل هذا كله من شنو؟ لا تسوي هذا الأمر. من ترجع للروايات الإمام الباقر يقول شنو؟ يقول الضرب بالسواك. الضرب التأديبي شنو؟ يقول الضرب التأديبي شايف من يقول النبي صلى الله عليه وآله علموا أولادكم للصلاة ل7 واضربوا عليها ل10. مو ضرب تعذيب، لا، ضرب تأديبي، أن يؤدب. ولا تأخذ القضية كأنها مثل ضرب الأطفال، لا، لما يشير ضرب معين لا يؤدي لكل هذه الأمور، بحيث الإنسان يستشعر هذا الأمر، يستشعر أكو شيء مختلف صاير. النتيجة شنو؟ نتيجة أن الدين يحفظ مقام المرأة. لو أن هذا الزوج ضرب زوجته وانكسر عضو عليه دية. لو كان الضرب أدى إلى رض دية مختلفة، لو أدى إلى احمرار دية مختلفة، اخضرار دية مختلفة، صار الموضع أخ أزرق مثلا أيضا دية مختلفة. يقول كل هذه تؤدي إلى دية، يجب على الإنسان أن يدفع الدية. قضية أن الإسلام رافع مقام المرأة، وما قال للرجل تعال والله اضرب المرأة مباشرة من دون أي مبرر، مستحيل. لذلك حقيقة اللي يتفاهم مع زوجته يعيش حياة سعيدة. هذول الأولاد من يكبروا حياتهم شنو؟ بعيد عن هذا التشتت، بعيد عن المشاكل وكذا. وما أعظم هذا الأب والأم إذا ربوا أبنائهم على حب أهل البيت عليهم السلام منذ صغرهم، حتى إذا كبروا يتعلقوا بأهل البيت عليهم السلام. شايف أم البنين عليه السلام من تدخل إلى بيت علي وفاطمة تقول جئتكم خادمة، تربي أبنائها وبناتها على شنو؟ على محبة أهل البيت، محبة أهل البيت. بني يا أبا الفضل لا يصاب الحسين بسوء وأنت جالس. أبا الفضل هلا بزينب، لا تتأذى زينب. مكفلها أمير المؤمنين إلى أبو فاضل، مكفلنها إلى أبو فاضل. لذلك زينب بيوم العاشر من إجت الرباب بذلك الطفل ما راحت للحسين وما فكرت تروح إلى من، إنما مباشرة راحت إلى من؟ إلى العباس. يا أبا الفاضل قد جف صدر أمه من اللبن. يلتفت أبو فاضل بيا حالة، راحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبرق الليمة، لما وصلت وقفت ورا جرها لا تبخل بصوتك، ليلة أبو فاضل باب الحوايج. لما وصلت وقفت ورا الخيمة تجر دموع والونات تخفيه. سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب توين وتنوح. قالت له نعم زينب يا بعد الروح اللي حاجة وريد اليوم تقضي. قال لها يا بنت الهادي دهشتيني، امري يا زينب وامرك على عيني. انا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفني. بعد قال لها يا زينب وابتهج قلبها، امري يا زينب هالطلبة مهي صعبة، لو فوق الشريعة جيوش مصطبة لجيب الماي لأطفالك وروي. بعد يا مولاي
قالوا حق من البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 ذراع، لخليها جنايز تظل فوق القاع، لجيب الماي لأطفالك ورويه، يلا وخاض الماي بس هيا سبوا، ترى جفه يراوي عطش جف، تذكر لأن أخوه حسين باع، ذب الماي من جفه وتحس، شلون اشرب واخويا حسين عطش، وسكنه والحرام واطفال رضع، وظن قلب العليل التهب، نيران أبت نفسه أن يشرب الماء، وكانت همته أن يوصلها إلى مخيمات الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني أجركم الله. صعد على صهوة جواد، قلب إلى الميدان، صاح ابن سعد ويحكم اقطعوا عليه الطريق، لئن وصل الماء إلى الحسين أفنوكم عن آخركم وعباسا أجركم الله. بينما العباس كذلك قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والجناحين قلب، وحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصارمة بتال لا جال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة، تبختر مكيف ملاقي الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهواء، شعت جبينه وصارمة تذهب بالأبصار، مثل الرحى من صرخته ذاك الجمع مثل الرحى دار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت غمد البتارك يا سردال، صالوا دهلها وبصولة فلها ونشرها، وذوايبة فوق المتن فلها ونثرها، طفح على اليمنى بميمونة وكسرها وعباسا، ما زال يقاتلهم، وإذا بلعين من خلفه شاهرا سيفه إلى أعلى، ضربه على يمينه وعباسا، سقط السيف من يمينه، أخذ السيف بيساره، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، صال وجال وقاتل الأبطال، أكثر فيهم القتلى، كمن له لعين من وراء نخله، شاهرا سيفه إلى أعلى، ضربه على يساره وعباسا، أخذ السيف بعضده وهو يرتجز ويقول: ويا نفس لا تخشي من الكفار، وابشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فاصلهم يا رب حر النار وعباسا. بينما العباس كذلك توجه إلى المخيمات، صاح ابن سعد: ويحكم اقطعوا عليه الطريق، وإذا بالسهام تترى كرش المطر وعباسا، سهم وقع في عينه، سهم وقع في قلبه، سهم وقع في القرب فأريق ماؤها وعباسا، انحنى كهيئة الراكع لينتزع ذلك السهم، أجركم الله. بينما هو كذلك سقطت العمامة من رأسه،
يا الله أقبله لعين آخر بعمد من حديد ضربه على رأسه وعباسه. أقبل الحسين نادى الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. ما طاح القمر من قطعة جفوفه، ولا من هامة بالعمد مخسوفة، ولا من سهم عين البيها مطروفة. طاح من شنو؟ قال طاح بسهم جودة من فرغ مايه. أسألكم أبو فاضل شلون طاح؟ شلون طاح أبو فاضل؟ الشاعر يوصف لنا بس تصور. قال عاد الطاح من يهوى على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى. أبو فاضل شلون؟ عاد الطاح من يهوى على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى، وعباس القمر بس هامل بصدره، تلقاها الأرض من غير تتشايا. قعد وين؟ قعد عند أبو فاضل، شار راسه ووضعه في حجره. شو يقول له؟ قال نزل عنده وتخاصر وانحنى عليه، يحبه وشاط قلبه بقطعة ايديه. الشفت يا مولاي؟ قال شاف الجود فايض ماي ما بي، شاف العلم يمه وفقد جفيه. صاح حسين خويا يا شفية، يا خويا وانقطع ظهري علي، وبعد ما ظل حيل بيا، يا خويا الهضم عدوانك مشمتي. بعد يا مولانا قال أشوف العلم معرض فوق صدرك، واشوف الراس دم صبغ نحرك، اشوف الجود متعلق بكتراك، اشوف زنود لك من غير جفي. قام ابو فاضل، قام الحسين من عند ابو فاضل، رجع وين؟ الى المخيمات. بعد هالموقف من رجع زينب تسأل أبو علي أبو فاضل وينه؟ قال الآن عفته مفضوخ الرأس مقطوع الكفين والسهم نابت في عينه وعباس. بذاك اليوم زينب تخاطب أبو فاضل شو تقول له؟ يا خويا يا عباس يا راعي المروة، نخيتك ما رديت جواب الأخوة، من اختك كل صياط علي التلوى. بعد تصور شو تقول له زينب؟ بس تصور بذهنك شو تقول له؟ كنت تمسك يدي من اطلع الى الناس، ما اطلع الوحد يا ابو فاضل، كنت تمسك يدي من اطلع الى الناس،
أحس بحماية من ايدك يا عباس وياها، وهسه بليدين اشوفك ولا بعد بيت الدعاء ويحتاج لها صرخة منك. يا خويا وشنو اللي يذوب فؤادي، معذرة دخولي مجالس سترنا بليادي، وصيحوا باسمنا يا وصف الأعادي وعباسا. الموت اللهم ارحمهم برحمتك واسكنهم الفسيح من جنتك، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة لأموات المؤمنين والمؤمنات تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.